السلام عليكم. اعملوا لنا لايك يا جماعة، واشتركوا في القناة وشيروا الفيديو ده. دي الفنانة إيفا. الفنانة إيفا بطلة فيلم ايه؟ عنتر شايل سيفه. هي مثلت الفيلم ده ان هي بتقدم يعني ايه، بتمثل مع عادل امام افلام جنسية، ولكن ما بانش من جسمها حاجات كتيرة. يعني لا صدر ولا ورك زي ما بيقولوا كده، ولا مايوه ولا لا. هو بس ايه يعني يخليك تتخيل ان هم بيعملوا حاجات، انما ما كانتش الكاميرا بتجيب حاجات منها يعني. صراحة الواحد يقول اللي ليه واللي عليه. دي اصلا اتولدت فين؟ اتولدت في القليوبية سنة 1953. اسمها الحقيقي ايفلين المحروس شيرين، باين ايوه. أسرتها كانت غنية جدا، ودتها مدارس بقى أجنبية وتتكلم إنجليزي وفرنساوي وحاجات كتيرة أوي صراحة. المهم كانت أول أعمال ليها كانت في مسرحية مسرحية سمير غانم. أنا أخويا أنا هايس وأخويا لايس. وبعدين كانت كمان معروض عليها مسرحية المتزوجون، ولكن لظروفها الأسرية يعني ما فضيتش تعملها، فادوها لهويدا. بعد الهويدا عملتها شيرين. آه, آه وعلشان إتقانها للغة الأجنبية كانوا بيختاروها المخرجين تعمل أدوار البنت الأجنبية، وكانت فعلا بتتقن فيها. ممثلة كويسة جدا صراحة. هي اتجوزت واحد كانت بتعمل المسرحية بتاعت أهلا يا دكتور. وكان في واحد صاحب جورج سيتهم كان بيروح لها كل يوم، كل يوم يروح لها وتعلق بيها جدا، وخلى جورج سيتهم يتدخل في الموضوع عشان ايه، يقرب المسافات بينهم. وفعلا تم الجواز منها وخلفت ولدين. بس في 2003 مات جوزها الله يرحمه. عملت برضه فيلم جواز عرفي ومسجون ترانزيت. يعني هي ليها شوية أفلام بس محدش يقدر ينساها، لأنها فعلا شكل مميز وطريقة مميزة. وفعلا ما كانتش يعني من النوع اللي هو ايه بيبين حاجة من جسمه. صراحة فنانة ملتزمة صراحة. آه، اعملوا لنا لايك واشتركوا في القناة يا جماعة عشان نظهر الناس المحترمة اللي في السينما دي. يلا، السلام عليكم.